صادف إن أنا كنت بمنتج مجموعة من حلقات البودكاست، وفي نقطة واحدة كل الضيوف اشتركوا فيها لما بيتسألوا سؤال: إيه هي المهارات أو السمات اللي أنت بتكون حريص إنها تتوفر في شخص بتعينه معاك في الشغل؟ كله أجمع على مهارات السوفت سكيلز. ومن هنا بدأت أفكر، طب إحنا مهارات السوفت سكيلز دي بتبقى متوفرة في أي حد بيقدم على وظيفة، بس في مجالي مجال التصوير والمونتاج في مجموعة من مهارات السوفت سكيلز هي لازم تكون موجودة، أو بمعنى أصح هي اللي بتخلي مصور يفرق أو مصور ينجح عن مصور تاني، أو مونتير ينجح عن مونتير تاني. طب تعالوا نتكلم عن المهارات الأساسية أو مهارات السوفت سكيلز للمصورين والمونتورين. في الفيديو ده هنحط 4 خطوط، كل خط عليه عنوان، وفي الفيديوهات الجاية هنبدأ نتكلم على كل خط لوحده بشكل تفصيلي. ال4 خطوط الأساسية واللي هي عناوين لازم تكون متوفرة عندك كمصور. رقم 1 من البداية لما العميل يجيلك لازم يكون عندك مهارات التواصل والتعامل. والحاجة التانية بعد ما بتتواصل وبتتعامل وبتتفقوا على المشروع اللي هتشتغلوا عليه، بيبدأ عنصر مهم جدا وهو عنصر الوقت. العميل محتاج يستلم البروجكت في وقت قد ايه، مرحلة التنفيذ هتاخد وقت قد ايه، ومرحلة التسليم هتاخد وقت قد ايه. فهنا لازم يكون عندك مهارة إدارة الوقت. طيب بعد ما بتتفقوا على جدول المواعيد، إيه اللي بيحصل؟ بتبدأ تنفذ على أرض الواقع. لما تيجي بتنفذ بيحصل قدامك اللي انت عايز تبتكر، تطلع أفكار حلوة تعجبه، وفي نفس الوقت ممكن تواجهك مشاكل أثناء التنفيذ أو وانت بتفكر في الفكرة هتتنفذ ازاي. طب في هنا مشكلة لازم تتحل عشان نعرف ننفذ المشروع للآخر. فلازم يكون عندك مهارات الإبداع وحل المشاكل. وأثناء التنفيذ وما بعد التنفيذ وارد جدا ان انت تتعامل مع فريق عمل، فهنا لازم يكون عندك مهارة العمل الجماعي والتعاون. في الفيديوهات الجاية هنتكلم على كل مهارة من ال4 مهارات دول بشكل تفصيلي، عشان أنا هدفي أخليك مصور أو مونتير متميز عن أي مصور أو مونتير تانيين.